ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ما ينفعش رمضان يخلص من غير ما اعمل معاكم بلح الشام بطريقتي الجميلة دي. طريقة جميلة وفي منتهى الجمال، مقرمش وهيقعد كمان مقرمش معاكم لمدة يومين. يعني مش هيطرى تاني يوم ويبقى مجلد وحش، لا، هيقعد يومين مقرمش وجميل معاكم وناشف زي ما انتم شايفين. مقرمش، سامعين صوت القرمشة؟ مقرمش وهش من جوه وفظيع، جميل جدا بالطريقه دي ومظبوط جدا جدا. لو حابين تعرفوا الطريقه وتشوفوا انا عملت البلح الشامي الجميل ده ازاي، كملوا معايا الفيديو وشوفوا انا عملته ازاي. هنجهز الشربات بتاع بلح الشام. الشربات بتاع بلح الشام لازم يبقى تقيل. انا حطيت 4 كوبايات سكر من الكوبايه المعياريه، ممكن تعايروا باي كوبايه عندكم، فاحنا عايزينه تقيل مش عايزينه خفيف. فاحنا هنحط 4 كوبايات من السكر، عليهم كوبايتين من الميه اهو. احنا هنعمله في الاول خالص عشان احنا محتاجينه بارد مش سخن اهو. حطيت عليه كوبايتين من الميه، ببدأ كده اقلب السكر في المية، بس مجرد ان انا احركه كده عشان ارفعه على النار اهو. زي ما شايفين الشكل ده كده. هنحتاج بقى ليمونة، مش هنستنى لما يغلي ولا حاجة، نحط كله ونرفعه على النار. هنحتاج معانا ليمونة اهي، نعصر النص التاني كمان كده. حطينا ليمونة بس، نقلبه تقليبه ونرفعه على نار عالية. هنسيبه حوالي كده 10 دقايق معانا كده لغاية ما السكر يدوب والعسل الشيرة او العسل يتقل معانا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه بعد كده. وبعدين نبدأ بقى نجهز معانا المقادير بتاعت بلح الشام. معانا عشان مقادير بقى بلح الشام محتاجين مع بعض حلة اهي. عندنا معانا نص كوباية من الزيت اهو، يكون زيت نوع كويس عشان ما يبقاش ليه ريحة يعني. نص كوباية من الزيت. كمان سخنت مية في الكتل، كوبايتين مية معيارية اهو، هنزل بيهم على الزيت اهو. ونشغل بقى النار. هنجيب بقى الدقيق، معانا كوبايتين ونص. الاول بس نسيب كده المية مع السكر قبل ما نحط الدقيق، بس هحط السكر معاكم. هحط معلقة كبيرة من السكر اهي، مش محتاجه اسيب الميه كتير عشان الميه ما تتبخرش معايا والمقادير تبقى مظبوطه معايا. فانا حطيت معلقه كبيره من السكر، وهحط رشه من الملح، رشه كده صغيره من الملح. هننزل بكوبايتين ونص من الدقيق، ادي كوبايه. طبعا كل المعايير بعيرها بنفس الكوبايه. واحط كوبايه كمان، كوبايه تانية اهي، وفاضل نص كمان هحطه، يبقى كوبايتين ونص من الدقيق اهو، نص كمان. بس هنقلب بقى كده الدقيق. يا ريت تلتزموا بالمقادير اللي انا بقولها عشان يطلع معاكم مقرمش ومظبوط. هنحتاج كمان، عايزينه مقرمش، هنحتاج كمان دلوقتي نشا اهو. هتحسوا ان العجينه تقيله بس هي كده، ما تزودوش ميه اهي. هجيب بقى النشا بتاعي، معلقه كبيره من النشا اهي. كمان هحتاج 3 معالق كبيره دقيق سميد اللي هو بتاع البسبوسه اهو. يا ريت ما تستغنوش عنه، هو ممكن تستغنوا عنه بس السميد هيدي قرمشه لبلح الشام، هتبقى اكسترا قرمشه كمان، هيبقى مقرمش ومش هيطرى معاكم خالص، هيقعد باليومين مقرمش معاكم. هنبدا بقى نقلب كله مع بعضه. احنا بنسوي العجينه دلوقتي معانا، فافضل هقلب فيها كويس اهو لغايه لما العجينه تستوي معايا زي ما بنقول كده اهو. هفضل اقلب فيها، انا هفضل اقلب فيها يعني كتير معايا كده لغايه ما العجينه تستوي معايا، يعني بالظبط كده ممكن 10 دقايق ربع ساعه على حسب ايه التقليبه بتاعتكم. فانا هفضل اقلب فيها كده بالشكل ده اهي. هقلبها وارجع لكم اخر خطوه اقول لكم إيه، اوريكم شكلها بعد ما خلصتها اهي. هتاخد معاكم يعني هتلاقوا تقيله عليكم شويه، بس معلش هي العجينه بتاعت بلح الشام بتبقى تقيله كده اهي اهو بالشكل ده.
هقلبها شويه كمان وارجع لكم. اهي معايا كده اهي، شايفين كده خلاص. عملتها على النار. هبدا افضيها بقى على اي حاجه عندي بحيث انها تبرد خالص قبل ما نشتغل فيها. اهي انا فضلت اقلب فيها على النار لغايه اما بقت عجينه مش بتلزق اهي بالشكل ده. هشيلها بقى في طبق واسيبها تبرد خالص وبعدين نبدا نخلط البيض عليها. دلوقتي اهو العسل معايا، طفت عليه اهو. اول لما بطفي عليه بحط عليه معلقه صغيره من الفانيليا السايله بحيث ان هي تدي ريحه حلوه ما تروحش. لو حطيتها في الاول كانت هتطير الريحه بتاعتها. فهنزل بمعلقه صغيره كده من الفانيليا السايله واقلبها واسيبها بقى تبرد لغايه اما نجهز معانا بلح الشاي. دلوقتي العجينه بردت معايا خالص، مع انها بردت كده ان انا ايه بحط ايديا فيها كده ما بقى ايه ما بتلسعش او احس ان انا ايه سخنه. لا هي كده بردت معايا، لان احنا لو سخنه طبعا البيضه يستوي جواها. معانا بقى 4 بيضات اهو. هنحط عليهم معلقه صغيره من الفانيليا طبعا عشان الزفوره بتاعه البيض اهو. وهنزل واحده واحده بيهم. عندي حلين، لو انا عندي عجان او ممكن بالمضرب الكهربائي اليدوي ممكن برضو تعملوه. وممكن بالعجان لو عندكم. لو مش عندكم عجان هتعملوا بايديكم زي ما انا هعمل كده اهو. هنزل بيضه بيضه اهي وايه وادخلها كويس جدا جوه العجينه اهي بايدي كده. وابدا ايه ادخلها جوه العجينه لغايه اما البيضه تختفي من العجينه. اخش بالبيضه التانية واعجن فيها اهي. طبعا العجين بيبقى اسهل معايا اهو. ممكن في الحاله دي برضو اعمله بالمضرب الكهربائي، يعني دي ابسط حاجه لو مش عندنا. انا دلوقتي هحطه، انا وريتكم بس هحطه في المضرب الكهربائي وابدا اعمله اهو عشان اعرف اعمله كويس. بس دي ابسط الحلول اهي. اول لما البيضه تختفي معايا وما يبقاش ليها اثر انزل بالبيضه التانية وهكذا لغايه لما اخلص ال4 بيضات. انا هنقله واعمله في العجان وارجع لكم تاني اوريها لكم بعد ما خلصتها. انا عملتها اهي بالشكل ده. العجينه معايا اهي، عملتها بالعجين بتاعي. دلوقتي بقى اقدر احطها في الكيس الحلواني بتاعي عشان اشكلها معاكم. عندنا الوش اللي هنستخدمه اللي هو اللي بيبقى فيه سنون داخله لجوه كده اهي دي كده، او الكبير بالشكل ده. ده هيطلع لكم واحده كبيره وده هيطلع، بس اهم حاجه ما تبقاش السنون مفتوحه، تبقى ايه داخله لجوه. ده هيطلع لكم كبيره وده هيطلعها لكم صغيره على الكيس الحلواني. وهنقص على قدها، مش هنسيب بس الطرف هو اللي هنقصه زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى عشان العجينه ما تلزقش معايا جوه الكيس هحط نقطتين زيت جواه كده. هبل ايدي زيت وهمسحه من جوه عشان تنزل معايا بسهوله. يعني حوالي كده ايه معلقه صغيره كده من الزيت اهو عشان العجينه تنزل معايا بسهوله اهو. وهبطنه من الناحيه التانية برضو اهو بالزيت بحيث ان ايه العجينه ما تمسكش معايا. وهبدا بقى اعبيها في الكيس معاكم وهوريكم بعد ما اعبيها هشكله ازاي. بقى في اي طاسه او اي صينيه او حله ممكن. اهم حاجه ان وحده البلح الشام تنزل معايا. هاجي بقى بعد ما حطيت نصه هنا معايا اهو. هنزل وهو بارد كده قبل ما احط النار هدوس من تحت زي ما قلت لكم كده. هدوس ويا ريت بقى لو حد بيساعدني على قد ايه الطول اللي انتوا عايزينه. نقوم بالمقص كده قصينه وسايبينه في الزيت اهو بالشكل ده. وهكمل بقيه الكميه كلها اهي ونقص اهو وهكذا. بعد ما نملى الحلة عندنا هنقوم حاطينه بقى على النار عشان الزيت ما يطرطش علينا. والمرحلة التانية برضو هنطلع الطاسة من على النار، هنطفي عليها النار ونعمل نفس الخطوات عشان الزيت ما يطرطش علينا برضو اهو. تحكموا بقى في الطول اللي انتوا عايزينه اهو. هكمل بقية الكمية وارجع معاكم تاني اوريها لكم وانا بحطه على النار. زي ما انتم شايفين اهو لازم الزيت يبقى مغطيه بالشكل ده. هرفعها بقى على النار دلوقتي وهوريكم شكلها اهو. شايفين بقى دلوقتي اهو بدأ الزيت يسخن معايا اهو.
اهو طبعا اللي حاطينه معوج هيثبت على وضعه، اللي حاطينه معدول هيثبت على وضعه. فيعني حاولوا ما تمليهاش كلها، بس انا عشان اخلص طبعا مش عايزه اقف كتير، حطيته كله مع بعضه. وهحط لسه حبه تانيين وراهم اهو بالشكل ده. اول لما الزيت يسخن خالص معايا هتلاقوه بدأ ينفش كده ويطلع لفوق. اهو مش هنقلبه ولا هنيجي جنبه خالص الا لما نلاقيها مسكت نفسها، عشان نقدر نقلبها وما تتهريش معانا ونبوظ شكلها. اهو طبعا انا معليه النار، يعني مجرد ما الزيت يسخن ممكن اهدي شويه عشان يستوي معايا كويس. اهو هبدا بقى اقلب بالراحه كده، يعني يفضل ما تملوهاش كده عشان تعرفوا تقلبوها، هي لسه طريه شويه فهسيبها شويه تجمد وبعدين اقلبها عشان ما تتفعص معايا وتتهري. بدأ يحمر اهو معايا، هقلبه بالراحه كده بقى بأي حاجه رفيعه معايا عشان انا ماليه الطاسه. يعني وههدي بقى النار. عشان هو من الاحرف عمل ومن النص لسه، ههدي عليه النار واسيبه شويه. اهو شايفين لونه ذهبي جميل ازاي؟ ده اللون بتاعه اهو. ممكن تغمقوه شويه بس لا سوري، هو غمق معايا شويه، ما يغمقش اكتر من كده، هو ممكن يفتح شويه عن كده. بس براحتكم خالص اهو. وهو سخن كده طلعناه على مناديل، هننزل بيه بقى في الشيره او العسل اللي احنا عملناه. هو سخن والعسل بارد، او هنقلبه ونشيله. اهو قلبته في العسل بقى، هطلعه في طبق واقدمه. هكمل بقيه الكميه وارجع اوريها لكم. ده شكل بلح الشام اهو. طبعا شكله بيتكلم عن طعمه، جميل جدا ومقرمش ودايب من جوه وطعمه خطير. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. سامعين صوت القرمشه؟ سامعين؟ عايزه افتح معاكم واحده من جوه اوريها لكم اهي. شايفين؟ شايفين الجمال؟ جميل جدا جدا. جربوه بالطريقة دي، متأكدة ان هو هيعجبكم. ما تنسوش طبعا لو مش مشتركين في قناتي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير، باي باي.